المغربية بطبيعة الحال تحت السيادة المغربية، تحت الواقع أن الصحراء مغربية، تحت الراية المغربية. هذه المشاهد متابعينا الكرام والتي نشرت بطبيعة الحال على الحساب الرسمي ديال المينورسو. المشاهد اللي كتشوفوا امامكم على الشاشه مشاهد بسيطه جدا لعناصر بعثه المينورسو يستمتعون برمال الصحراء المغربيه. عناصر المينورسو كما تشاهدون في هذه المشاهد يستمتعون بالصحراء المغربيه بطبيعه الحال تحت السياده المغربيه، تحت الواقع ان الصحراء مغربيه، تحت الرايه المغربيه. هذه المشاهد متابعينا الكرام والتي نشرت بطبيعه الحال على الحساب الرسمي ديال المينورسو نوضت السعار لدى النظام الجزائري ولدى مرتزقة البوليزاريو، ومجددا يخرجون ويتهمون المينورسو والأمم المتحدة ومجلس الأمن وأنطونيو غوتيريس بالانحياز والعمل للمخزن، أي أن المخزن استطاع التحكم في جميع هذه المؤسسات، مجلس الأمن، الأمم المتحدة، بعثة المينورسو، المغرب، تحكم فيهم جميعا. هذا حسب المنطق بطبيعه الحال ديال النظام الجزائري، لان هانتوما كتشوفوا بعثه المينورسو يعني في الصحراء المغربيه ما عندهم ما يدار، جالسين كتزحلقوا في الرمال ديال الصحراء المغربيه ويستمتعون باجواء ديال الصحراء المغربيه، وطبعا الاجواء هادئه بطبيعه الحال، في حين ان الطرف الاخر قال لك اسيدي هما داخلين في حار وما عرفت شنو، وعندهم الشهداء والشلاضه والروينه الكحله، وراكم عارفين البروباغندا التافهه ديالهم. لكن متابعينا الكرام كيبقى هذا الفيديو هو مهم جدا، لانه بطبيعه الحال يضرب البروباغندا ديال النظام الجزائري ديال الحرب وما عرفت شنو البيانات الكرتونيه في عرض الحائط. متابعينا الكرام اراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.